السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اللبان الذكر وعن أهميته لجسم الإنسان والفوائد الكتيرة والعظيمة اللي بيستخدم فيها لبان الذكر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان لبان الذكر ده نبات من صنع الله سبحانه وتعالى، وطبعًا هو موجود عند كل العطارين وبأسعار يعني في متناول الجميع. ولكنه هو ليه فوايد كتيرة وبيدخل في حاجات كتيرة جدًا، جدًا هنتكلم عنها النهارده في التقرير اللي أنا عملته لحضراتكم، علشان نعرف مع بعض إيه هي فوايد لبان الذكر. لكن في البداية عايزين ن ن نتكلم عن أنواع لبان الذكر. فأنواع لبان الذكر كتيرة ومتعددة، ومنها لبان الذكر العماني، ولبان الذكر الصومالي، وكمان لبان الذكر الهندي، ولبان الذكر الإثيوبي. كذا نوع من أنواع لبان الذكر. وعلى ما قدرت في الريفيو اللي أنا حضرته لحضراتكم النهاردة إن أنا أجيب لكم صور لبعض أنواع لبان الذكر اللي اتكلمنا عنها. من وفي برضه في البداية عايزة أكلم حضراتكم عن المادة الطبيعية اللي موجودة في اللبان الذكر. موجود، هو غني جدًا بالفوائد الصحية، وكمان بيوجد فيه آمم بعض المواد الطبيعية اللي بتعمل كمضاد قوي جدًا للالتهابات، اللي بتخفف من آلام المفاصل، وبتعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، وعلاج السعال والربو، وكمان تحسين الهضم وتقليل التوتر والقلق، وبيدخل كمان في تعزيز نضارة البشرة، لأن هو بيدخل كتير في صناعات مستحضرات التجميل بالنسبة للسيدات، من حيث نضارة البشرة وتأخير الشيخوخة. وبيدخل في بعض العلاجات زي ضبط مستويات السكر في الدم بالنسبة للناس اللي بيعانوا من مرض السكر. وكمان بيشرب منقوعه لتعزيز المناعة، وبيتميز برائحته العطرية القوية، وكمان خصائصه الطبيعية الكثيرة اللي سبحان الله ليها فوائد كتيرة جدًا وعديدة. وفوايد لبان الذكر كتيرة جدًا، جدًا ومتعددة. ليه فوايد للرجال وليه فوايد للنساء، وليه فوايد للبشرة وللشعر وللجسم وللصدر وللوجه، وكمان للسيدات الحوامل، ولإنه بيدخل في بعض العلاجات، وكمان للمعدة وللقولون وبعض علاجات لأمراض السرطان. ولبان الذكر بيدخل علشان زي ما قُلت لحضراتكم رائحته العطرية، وكمان بيبقى موجود فيه مواد مواد مادة الكولاجين وبعض المواد الصمغية، وكل المواد دي بتدخل في تصنيع مستحضرات التجميل أو مستحضرات العناية بالبشرة بالنسبة للنساء وللرجال. ولأن البان الذكر بيمتلك العديد من المركبات الصمغية والمهدئة للبشرة، واللي بتقلل من التجاعيد، وبتعمل كمان على توحيد لون البشرة وترطيبها، وبتدخل في بعض العلاجات اللي بتعمل على تسريع التئام الجروح، بالإضافة إلى علاج أو الأمراض الجلدية، زي بعض أنواع من حب الشباب. ومن أهم فوايده بالنسبة للرجال بالأخص، إنه ليه فوايد كتيرة جدًا وعديدة بالنسبة للرجال من ناحية الصحة. ح وأبرزها هو دعم الصحة الجنسية بالنسبة للرجال والخصوبة
بزيادة عدد وحركة الحيوانات المنوية، والمساهمة في الوقاية من سرطان البروستاتا، وبيعزز القدرة بالنسبة للرجال على تحمل الرياضي، بالنسبة للرياضة الصعبة بتاعة الرجال زي رياضة يعني حمل الأوزان الثقيلة، أو ورياضة المصارعة أو الكاراتيه أو الكونغ فو. كل أنواع الرياضة اللي بتحتاج لتحمل وقدرة عالية، وبيعمل كمان على تحسين الذاكرة، وبيساهم في العلاجات لحل أو علاج مشكلات التنفسية، وعلاج المشاكل الهضمية. ومن أهم فوائد لبان الذكر بالنسبة للنساء، فليها فوائد كتيرة جدا وعظيمة، حيث يعتبر لبان الذكر كنز طبيعي جدًا للنساء، لإنه بيستخدم في زي ما قُلت لحضراتكم قبل كده في مستحضرات التجميل بالنسبة للسيدات، بيدخل في حاجات كتيرة جدًا وعلاجات كتيرة جدًا بالنسبة للسيدات. حيث يعد اللبان الذكر أو لبان الذكر كنز طبيعي للنساء، من حيث إنه بيساهم في تأخير علامات الشيخوخة، وكمان بيدخل في شد البشرة، وده بفضل الكولاجين اللي موجود في تركيب اللبان الذكر الطبيعي. كما إنه بينظم الهرمونات الأنثوية عند السيدات، وبيخفف كمان من آلام الدورة الشهرية، وبيعزز الخصوبة عند السيدات. وده كله من المركبات الطبيعية اللي موجودة فيه، سبحان الله. بالإضافة كمان إلى محاربة التهابات المهبل لدى السيدات، وبيدخل فيه علاجات القولون، والعلاج الربو والسعال، وتقليل التوتر، وكمان بيخفف من أعراض القلق، وبيدخل فيه بعض علاجات أمراض السرطان. وزي ما حضراتكم شايفين دي أشكال لبان الذكر، سبحان الله دي نبات طبيعي من صنع الله، لكنه ليه فوايد كتيرة جدًا، بيدخل فيه علاجات كتيرة جدًا، جدًا، سبحان الله. يعني كل حاجة فعلًا من صنع الله. وبيدخل كمان لبان الذكر في بعض صناعات معجون الأسنان، لإنه بيحارب البكتيريا الموجودة في الفم، آمم وكمان بيعمل على إزالة الروائح الكريهة اللي موجودة في الفم، لوجود الروائح العطرية في تركيبه، ولإنه بيدخل في بعض صناعات معجون الأسنان، وبيدخل طبعًا زي ما قُلت لحضراتكم في مستحضرات التجميل، بالنسبة لكريمات شد البشرة وتفتيح البشرة، وكمان تقليل التجاعدات. ولو حابين نعمل بعض الوصفات من لبان الذكر، ممكن نعملها ونستعرضها مع بعض. عشان ما اطولش على حضراتكم، ده كان ريفيو النهارده أو تقرير النهارده عن لبان الذكر وعن فوائده وعن أهميته للإنسان وخاصة للرجال. ويا رب يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم.